السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنسلق لحمة للمبتدئين كده، للعرايس الامارات اللي هم لسه جداد كده ومش عارفين يسلقوا اللحمة ازاي. احنا هنقول لكم بقى ايه طريقة حلوة كده وجميلة. دي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب وصفتنا النهاردة تعجبكم. طبعا اللي ما حطيتش لايك تحط، واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك. يلا نسمي الله ونقول لكم هنعمل ايه. بصي هنا معانا حله، طبعا هننشفها طبعا ايه من الميه زي ما انتم ما شايفين كده. ولعنا عليها وهننزل بقى بمعلقه سمنه، اي نوع سمنه موجوده عندك حطي. تمام. وبعد كده هننزل بقى باللحمه، هنكون غسلين اللحمه كويس وهننزل بيها كده، هنديها صدمه في السمنه. شايفين طبعا ايه، انا بنزل باللحمه هرصها كده في الحله ان هي تاخد صدمه. بصراحه لما بعملها كده بتبقى جميله قوي، والشوربه بتاعتها بتبقى طعمها حلو قوي بصراحه. بتبقى يعني مختلفه عن ان انت بتغلي الميه وتنزلي باللحمه. دي بصراحه بتبقى طعمها احلى. بصوا بقى بفضل ايه اشوح فيها كده شويه كده على النار زي ما انتم ما شايفين كده. يعني مش بقعد اشوح فيها كتير، يعني لحد لما بتاخد صدمة كده ولونها بس بيتغير شوية. وطبعا لما بحط المية يا جماعة، انا بحط المية من الحنفية، يعني ولا بغلي مية في كاتل ولا الكلام دوت. بحط مية من الحنفية عادي. بصوا طبعا بتقعدي تشوحيها كده شوية على النار، وبعد كده بتبقي ايه محضرة بقى بصلاية وطماطم وفلفل اسمر. هوريكم دلوقتي هنحط ايه. بصوا بقى هنا معانا ايه، فلفل اسمر وبصلايه وطماطم وحبهان وورق لورا وكوبيبه صيني وحته اللي هو من عيدان القرفه، يعني حته صغننه كده زي ما انتم شايفين. طبعا قلبوا بقى ايه مع اللحمه الحاجات دي. اول ما بتنزلوا الحاجات ديت، البهارات والحاجات ديت، البصل والطماطم، بتبقى ريحة جميلة اوي، بتدي ريحة حلوة اوي بصراحة. بصوا يعني بفضل اقلب كده لحد لما بصوا بتشموا بقى ريحة التوابل اللي انتوا حطيتوها والحاجة اللي انتوا حطيتوها، بتدي ريحة حلوة اوي. طبعا هنا بصوا هي ايه، يعني دي 7 بهارات بس اللي هي ايه خشنة. انا عايزة انعمها عشان خاطر ايه تكون يعني تكون حلوة برضو. ناعمة بتبقى جميلة، انا بحبها ناعمة. دي انا جايباها بس لسه ما طحنتهاش بصراحة. بصوا بقى هنا كده طبعا بقى اتشوحت زي ما انتم ما شايفين، والريحة بقى مش قادرة اوصف لكم، جميلة قوي. يا ريت تشيروا الفيديو بتاعي وتعملوا لي لايكات كتير قمر كده زيكم. هننزل بقى هنا بميه من الحنفيه، انا ما غليتش ميه يا جماعه، انا نزلت بميه من الحنفيه على فكره. طبعا شايفين يعني اول بص لما نزلت بالميه، بصوا حتى يعني اللون بتاع الشوربه بصوا جميل جدا بصراحه، وكانت ريحه جميله قوي. هنا بقى ايه زي ما انتم ما شايفين كده بتغلي. طبعا لو في ريم فوق الحله لازم تشيلوه عشان خاطر ده بيدي زفاره للحمه لو ما اتشالتش. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، انا لو كان في ريم انا بشيله كل شويه، لما بيبقى فيه بشيله. بصوا يعني اللي هو ده لو ما اتشالش بيدي للحمه زفاره. فزي ما انتم ما شايفين كده بصوا عماله تغلي. آه وبصراحة يعني ايه انا ما حطيتش الملح. بصوا انا كده جسيتها، يعني خلاص يعني لما بتخش في التسوية بروح حاطة ايه الحياء بتاعها. يعني بنزل بشوية ملح، بتحيقيها بقى زي ما انت ما عايزة، يعني شوفي ملحها زي ما انت ما عايزة وخليها. ما تحطيش الملح في الاول، يعني حط الملح لما تخش في السوا زي ما انتم ما شايفين كده ودي طبعا كانت وصفة اليوم، ورب فيديو النهاردة يعجبكم. وما تنسونوش في اللايك، واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.